السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة BAMR الرياضية وآخر الأخبار الرجاوية. ونبدأ الخبر الأول بهذا الخبر الذي وردنا، وهو أن رئيس فريق الرجاء البيضاوي بودريقة يرفض أن يدير المدرب الجديد جوزيف زينباور لقاء الجيش الملكي، ويترك أول لقاء له هو لقاء الجديدة في آخر الدورة 30. وفي الخبر الثاني، تعاقد فريق الرجاء البيضاوي المغربي العالمي مع لاعب مولودية وجدة اللاعب خفيفي لمدة موسمين قادمين إن شاء الله، وبذلك يكون فريق الرجاء البيضاوي قد وقع أول صفقاته هذا الموسم وهذا الصيف، وهو لاعب مولودية وجدة. فبالتوفيق لهذا اللاعب لاعب مولودية وجدة مع فريق الرجاء البيضاوي. ثاني صفقات فريق الرجاء البيضاوي وهو اللاعب هاشم دومينغو، وهو لاعب سان داونز الجنوب الافريقي، وبذلك يكون فريق الرجاء البيضاوي قد وقع لصفقتين مهمتين، لاعب خفيفي لاعب مولودية وجدة، واللاعب دومينغو هاشم وهو لاعب سان داونز الجنوب الافريقي، وبذلك يكون فريق الرجاء البيضاوي قد وقع على صفقتين مهمتين، فبالتوفيق لفريق الرجاء البيضاوي. اقترب الرجاء بقوة من التعاقد مع هداف الدوري الإثيوبي في مرحلة الانتقالات الصيفية، وتشير معلوماتنا أن وكيل اقترح على الرجاء التعاقد مع الطوغولي وهداف الدوري الإثيوبي إسماعيل أغورو. وسبق لأغورو صاحب 27 سنة اللعب في الدوري الطوغولي قبل أن يعرج نحو الدوري الإثيوبي وينجح فيه. ويمتاز أغورو صاحب القدم اليسرى بقوته البدنية، زيد على ذلك طوله المتر و82 سنتيمتر، كما أن قيمته التسويقية ليست بالعالية. وينتهي عقد أغورو مع الفريق الإثيوبي سان جورج تم الموسم الجاري، مما يقربه من الرجاء في صفحة انتقال حر. وللمفارقة أن أغورو يتواجد حاليا مع لاعب الرجاء روجي أهولو في جنوب أفريقيا تحسبا لمباراة الطوغول القادمة عن تصفيات المؤهلة كأس أفريقيا. ويكون هذا آخر خبر اليوم، وهو فوز فريق الرجاء البيضاوي على فريق نهضة بركان ضمن بطولة الشبان للبطولة المغربية بإصابتين لواحدة. هذا آخر خبر لهذا اليوم. دمتم بخير وإلى اللقاء. لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك إن كنتم غير مشتركين، واتركوا لنا تعليقا تعبيرا لكم عن آرائكم، أو هل تريدون أن نستمر في هذه الحلقات وأخبار الرجاء البيضاوي أو لا نستمر. شكرا لكم وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.